اخيرا يا رمز البت رقم 763 اللي انت بعت لها ردت عليك عشان مغفل. ما زهقتش يا ابني من عيشه التخلف والحيحانه اللي انت عايشها دي؟ اتعلم تبقى زيي. بيومي راجل غني كاريزماتيك وكل الناس بتحبه. ايوه كل الناس. قدر يلغي العادات الزفره من حياته وقري كتب تطوير ذات انت حتى ما سمعتش عنها، وبنى جسم احلامه في مده قصيره. كل ده على مرأى ومسمع من رمزي، ولسه رمزي محلك سر. لسه فاكر اخر حاجه اول بنت حبيتها قالتها لي قبل ما نسيب بعض، او بالاحرى هي اللي سابتني. مش عايز اشوف وشك تاني. ممكن سابتني عشان كل ما اشوفها اول حاجه افكر فيها ازاي البي رغباتها كعبد ممحون مطيع، واشوف هي محتاجه ايه قبل ما اشوف انا نفسي اعمل ايه اصلا. او ممكن عشان بخاف مش متكسف اقول لها حاجه عجباني فيها او حاجه بكرهها فيها مثلا. وفي الاخر قالت لي محمد تعالى افهمك ليه حكيت لك العبث اللي انا لسه حكيه دلوقتي ده. ببساطه كنت محتاج ليها اكتر بكتير من ان هي محتاجه لي انا، فانا كده مش في موضع قوه. ببساطه بعد اللي حصل ده اكتشفت، او خلينا نقول بطلت استعبط، وعرفت ان كل حاجه اتعلمناها في المدارس والمسلسلات والافلام كل حاجه غلط. كل حاجه اتعلمناها غلط، كله يا كدب يا متفخم بزياده. واللي حكيته لك ده غلط من اوله لاخره، مفيش اي حاجه من اللي اتعملت دي صح. ودي كانت فتره هطل مش اكتر. وانا على قد ما انا ندمان على الذنوب اللي انا حصلتها، على قد ما انا فخور ان دي فتره حصلت في حياتي ودي حاجه انا عملتها عشان هتكون في شخصيتي بعدين. والشخصيه اللي بتكلمك دلوقتي دي خست اكتر من تلت وزنها في سنه، وقدر يغلب خوفه انه يتكلم في قدام اكتر من 2. وده جراف انا افتكسته بس عشان ازود سلايدات. وبدا بجد يعمل فلوس وحس بقيمه نفسه فعلا. كل ده بسبب كلمه مش عايز اعرفك تاني. طبعا وقتها قعدت اسمع لي تامر عاشور بتاع سنه، وقال يعني مكتئب وكميه هطل بنت لذينه صراحه. بس ده برضو ساهم في شخصيتي، وده اللي ساعدني ان انا اتكلم قدامك دلوقتي. واللي انا هحكيه لك النهارده عن اللي حصل لي في المرحله الحرجه المتخلفه اللي انا كنت فيها فادني كتير جدا، وهتتعلم منه ان شاء الله ازاي تعمل فلوس بجد، وازاي تكون شخصيه لنفسك حقيقيه ولها وزن فعلا قدام نفسك وتكون فخور بنفسك. سواء كنت في قصه فاشله زي قصتي او مدمن بورن زي ما انا كنت. اللي انا هحكيه لك في الفيديو النهارده ده هيفيدك كتير جدا في حياتك. اللي انا هحكيه لك في فيديو النهارده ده هيكون الاندرتيكر اللي هيحل لك كل المشاكل دي باذن الله. اولا مش من حق اي حد يحسسك ان رغبتك دي مشكله او عيب فيك، تمام؟ انت اتخلقت وربنا خلقك كراجل وحط فيك حاجه اسمها غريزه مغروسه جواك اللي انت بتحب، ودي اصلا محطوطه الهدف. اولا مش من حق حد انه يحسسك ان رغبتك الجنسيه دي فيها مشكله او حاجه ممكن تخجل منها، عشان دي الطاقه اللي بتحركك وممكن تخليك تعمل حاجات عمرك ما تتخيل ان انت ممكن تعملها. الفكره في التقنين، الفكره في اللي انت تستعملها لصالحك، مش تخلي الناس تستعملها ضدك. عودونا ان احنا نخاف من غرايزنا وما نقولش اللي في بالنا عشان غالبا هتحصل مشكله. عودوك لازم تبقى كلامك قليل وما تتكلمش كتير في اي تجمع او حاجه عشان هتبان اعطل. طيب هو ايه اصلا اللي بيحركك في الحياه كراجل كذكر؟ ايه الهدف اللي انت عايش عشانه؟ طبعا عشان نرضي ربنا، انا معاك، كل الكلام ده جميل، كل الكلام ده صح. بس انت دماغك للاسف غسلت من وانت صغير ومش مدرك معنى يعني ايه احنا عايشين العباده. انت مش مدرك المعنى ده، فانت حاليا عايش عشان مش عارف اقول اسمه للاسف شديد يعني. ودي برضو مش حاجه تخجل منها. انت كده صح، كانك قلت نص الشهاده، كانك قلت لا اله، لسه بدك تقول الا الله. طب تعالى افهمك ازاي ما تخجلش من ان دي حاجه فيك اصلا. عندك رجل الكهف بتاع زمان، زي ما كنا عايشين ايام ما كانش فيه تليفونات ولا اي خرم اللي احنا فيه دلوقتي. زمان الموضوع كان بسيط، عرفت تجيب لي اكل، هللويا، تعالى حبيبي يعني هنتجوز ونعمل عيال ونعمل اسره وقبيله وقريه والدنيا تبقى جميله. ما عرفتش هتموت، دي حاجه حلوه عشان انت راجل ضعيف. واللي بيحصل دلوقتي عشان احنا في مجتمع بيقولوا عليه ذكوري، مش عارف ازاي، ان البنات متحكمين في حاجات كتير جدا، الستات متحكمه في حاجات بالهبل ما ينفعش يتحكموا فيها، ووصلوا المناصب مش من وضعهم. انت مش مخلوق لكده، مش معمول لكده. تعرف ان طاقتك الجنسيه اللي انت بتهدرها على الفاضي دي ممكن تستغلها في انك تزق نفسك قصاد الناس بسنين ضوئيه وتعدي مراحل عمرك ما تتخيل اللي انت ممكن توصل لها. انا دليل حي على اللي انا بقوله لك ده. انا واحد كنت اقصى طموحي ان انا ابطل اعمل 6 مرات في اليوم. فتحت قناه جاب 1500 مشترك ب 30 فيديو اليوم 30. انا اعرف ناس منزله 250 فيديو ما كملتش 200 مشترك.
الناس دي عندها ستاندات لايت سي ستاند وكاميرا بيبقى اقل، كانت ب20,000 اللي هي ب60 دلوقتي. وانا اللايتنج بتاعي عباره عن نور لمبه كشاف. فاهم ازاي؟ ده ان صورت اصلا وطلعت بوشي. ففاهم احنا فين؟ ليه اصلا وصلت الرقم مع ده مع انه صغير، بس انا ناوي ارجع واكبر الرقم ده. انا بس اللي وقفت. الكلام اللي بقوله لك انا بكون مجربه، الكلام اللي بقوله لك انا اكون عشته قبل كده. لما اقول لك ان ازاي بطلت توصل من 6 مرات في اليوم لمرتين او مره في الشهر، الكلام ده انا كنت جربته بايديا وعملته. فالكلام اللي بقوله انت حاسه ممكن يكون يمشي عليك عشان هو اتجرب قبل كده. وبعدين الكدبه ملوش رجلين برضه. من الاخر كل واحد جواه قوه روحيه، لما يحب انها تطلع بصلاة النبي. الجنس هو الغريزه اللي ممكن توصلك لحته عمرك ما كنت تتخيلها. اقول لك على حاجه برضه، انا كنت في القاع بتاع صور ناس، صور رجاله بالذات، وصلت ل 20%. انا بقيت احسن من غيري. انا ما عدتش بكلم بنات بس، البنات اللي حاولت يعني تقرب مني وكده تقول لي انا شايفك غير الناس، انت ما فيش منك كتير. وهي فعلا مصدقه ده، وانا فعلا كده. انا مش بفخم في نفسي. هات لي حد ما كانش بيصلي ولا فرض بدا ينزل يصلي الفجر في الجامع في المسجد وساعات بيئم الناس. هات لي حد كان كل اعتماده على اهله ماديا وحالته صعبه جدا فحته وهيموت ويجيب قرشين بس مش عارف ازاي. وجاب فعلا فلوس وجاب جهاز محترم جدا بيصور بيه، جاب يعني معايا 3-7 اجهزه بصور بيه. الخلاصه اللي انت عندك قوتك هي مجرد بس مدفونه، مش مدفونه، اسف على الاحسان، لوتس موجهه غلط، مسحوبه ومشفوطه في اماكن ما ينفعش تكون فيها. والنهارده اللي هحكيهولك ده ازاي تعيد توجيه طاقتك في اللي انت تستعملها في حاجه انت نفسك تعملها. وكفايه علينا نتكلم هادي، خلينا نعلي صوتنا شويه، برغم ان تعليق الصوت ده المفروض تكون في المقدمه، بس الحلقه دي فيها حاجات كتير جدا ما ينفعش تتقال. فاللي هو My name is Jeff. اولا قبل كل حاجه لازم تحمد ربنا وفعلا بجد من قلبك تصدق اللي انت اتولدت مميز، عشان انت اتولدت ذكر. انت عندك القوامه، عندك الجهاد، عندك الصلاه، عندك كل حاجه جميله ممكن تكون في انسان ممكن يقدم نفسه فيها، وكمان بترتاح مع ده. الحصان بينام وهو واقف وبيكون مرتاح في كده. ونفس الكلام عليك كراجل، انت بتستمتع باحساس ان في ناس محتاجه لك، بروفايدر مانح تدي الناس اللي هم محتاجينه، تستمتع بده. ربنا خلقك تستمتع بده. فعشان كده انت اللي اتخصيت بحاجه اسمها القوامه. والرجوله الحقيقيه مش في رغبتك الجنسيه بس، الرجوله الحقيقيه اللي انت نفسك فعلا تدي حاجه للناس اللي بتحبها وفعلا تشتغل عشان تحقق ده. فلازم تكون فخور اللي انت اتولدت راجل، ولازم تكون فخور اللي انت حاجه اتغرست فيك من جواك من يوم ما انت اتولدت، ولازم تكون فخور اللي انت عندك فرصه تعمل ده. افتكر كده نفسك ايام المدرسه، ولا تفتكر ليه؟ شوف نفسك دلوقتي في الكليه او في الدروس، بتكون في وضع مش مريح، بتكون في شخصيه ناعمه منك، نسخه ناعمه منك. كل ما تكون مرتاح اكتر مع رغباتك، وكل ما تكون مرتاح اكتر في ارائك وفي الفكر اللي انت بتعمله والحرفيا اللي في قلبك على لسانك، بس برضو ده لحدود، كل ما الناس هتشوفك مرموق اكتر، كل ما الناس هتحب تتكلم وتتعامل معاك. بالمناسبه كان في مدرس ايام الثانويه مش عارف غلط فيا او حاجه زي كده، يعني شافني زعلان تاني حصه جبت له، قال لي انت زعلان مني قدام الولاد؟ فقلت لا والله انا مسامحك. قلت له لا انا زعلان منك، انت عليت مني قدام الناس. فجي وبص راسي وانا حقك عليا ومش عارف ايه. وساعتها بقى خلاص بقى انت تبقى بضل وما سامحتوش يعني، فاهم؟ فقعد مشيت الدنيا وخلاص يعني. بعدها بفتره، بعدها بحاجه بسيطه، جت واحده قربت مني، كنت لسه صغير وكنت بقى يعني نفسي اكلم بنات وكده. قالت لي يا بقى انت شخصيتك قويه، نفسك بتحب تتكلم وما بتحبش حد يعلق عليك في الكلام. ده اللي قالته عني. وانا بقى الحلاوه دي حاجه حصلت عشان انا ايه، ما خجلتش من حاجه كانت فيا، ما خجلتش من ان انا اقول رايي، ما خجلتش ان انا اكسف المدرس ده قدام العيال كلها عشان هو قال مني. انا زعلان من كده، ده حقي. رغباتك ولو ان ذلك ما يبدوش حقيقي ولا بين ذلك يبدو تخيلي، لكن رغباتك هي بجد طريق نجاحك. فكر فيها كده، لو انت واقف ورا سور وعايز تطلع الناحيه التانيه وقلت لك ان في جايزه عشوائيه ما تعرفش ايه هي، فكرك هتدي قد ايه في ان انت تجهز عشان تنط نطه حلوه على السور وتقعد بقى تتشعبط والكلام ده كله؟
طب لو قلت لك ان في واحده وابوها ومأذون ورا السور مستنيينك عشان اول ما تجي لهم هتتجوز البنت دي؟ لا دلوقتي الكلام اختلف، انت دلوقتي هتنط وتتشعبط وضفرك ممكن تتشال من مكانها قوي، يعني بص هتوصل لانها هتوصل. فانت فاهم انت وصلت ازاي؟ حرفيا وصلت عشان رغباتك. كذلك في اي حاجه. اكيد عدى عليك الميم بتاع ان كل الناس اللي في الجيم دول اجسادهم سايباهم وهم في الجيم بسبب الموضوع ده. للاسف انا كنت واحد منهم اساسا. بس بجد فكر فيها شويه كده، اغلب الناس اللي في الجيم بيبقى عنده مشكله من نوع ما، فقرر ينتقم من المسبب في المشكله دي ان هو يعلي من قيمه نفسه، ان دي حاجه الوحيده الليجا اللي كان ممكن يعملها بشكل ما، برضه يوصل للاكس ويعرفها ان انا بقيت احسن بكتير من ان انا كنت معاكي، فانت اللي ندمت يا بنت ميتيني، ويحس بشعور احسن قدام نفسه. بس بجد رغم انه كان سبب برضه ان خلاني ابدا في الجيم والكلام ده، بس بعد كده عرفت اللي انا عارفه دلوقتي، عرفت ان في الدنيا اكتر من كده بكتير، عرفت ان في اهداف احلى من كده بكتير. بس عمري ما كنت احط رجلي على اول الطريق واعمل خطوه المفروض تتعمل الا بالهدف الغلط ده. فاهم حاجه؟ بعد كده غيرت الهدف اللي المفروض يبقى صح. فانت انا اعتمدت على رغباتك، انت كده شغال على الطيار الآلي يا معلم. فكر فيها كده، لو انت دلوقتي بدات تشتغل على نفسك وبجد تشتغل على نفسك، مش تقرا لي كتابين تطوير ذات وتسمع لي بودكاستين وتنزل بقى انا سمعت النهارده بودكاست ياسر حسيمي كيف تنجح العلاقات عشان ابقى فاجر فكر فيها، انت لو بجد بدات تجيب قرشين لنفسك، بجد بدات تعرف يعني ايه فلوس، بجد بدات تتعامل مع الناس تخليهم يحترموك، بدات تبقى شخصيه كاريزماتيك والناس بجد نفسها تتكلم معاك. تخيل كميه العلاقات اللي انت تعملها، وانا بتكلم عن تجربه. تخيل كميه العلاقات اللي هتعملها والناس اللي بجد مفيده في حياتك ممكن تستغلها لصالحك ويستغلوك لصالحهم. انت كده حرفيا بقيت انسان مرموق. في فترة من فترات بعد سلسلة النجاحات دي كلها انت قررت تتجوز، فهتختار البنت اللي عاجباك من وسط كل البنات وتحط رجل على رجل تتشرط، عشان هم حرفيا في الوقت ده هيبدأوا يشتروا راجل. وبرضه نتطرق لموضوع مش عاوز ساعات اتكلم فيه دلوقتي، بس ده اغلب اسباب المهر العالي في مصر، ده اغلب اسباب ان باباها بيعلي على الناس اللي بتيجي تخطب بالهبل، بقى بيطلب منه طلبات خزعبليه. مفيش شاب طبيعي في السن ده اللي لو كان ساري عربي يقدر يحققها. عشان لو انت مش هتعوضني بالرجوله اللي انا محتاجها، خلاص عوضني بالفلوس. وده منطق خاطئ، انا ما بتكلمش على حاجه تانية، انا بتكلم ان ده منطق زي الخرا، بس هو حرفيا بعوض نقص رجولتك بالفلوس عشان خايف الفرصه تضيع. لو معاك فلوس تمام، مش معاك بقى ده صبور. فانت لو صدقت الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي ده وبجد امنت بيه، فجأة مرة واحدة حوار البورنو والإباحيات والعادة السرية كل ده بقى لعب بالنسبة لك، لعب عيال. ايه الهطل ده؟ دماغي ازاي هتجيبني ان انا ضايع في وقتي؟ اولا. ثانيا انا بتفرج على حد كاني واقف في الركن بتاع الأوضة، يعني بتفرج على واحدة انا شايفها عجباني وراجل تاني بيضاجعها مكاني. فاهم حاجة؟ طيب انت دلوقتي نفسك في بنت 10/10 ما فيهاش غلطه، بتعرف تتكلم كويس، بتعرف ترد كويس، شكلها جميل جدا، حاسسها فعلا هتبقى ام لعيالك، هتخلف عيال ابطال احمد ديول بقى والكلام الجميل ده. فكرك البنت دي عايزه راجل عامل ازاي؟ معاها فلوس وحقها، عايزاه معاها فلوس، بيعرف يتكلم، شخصيه كاريزماتيك، الناس بتحبه، ليه كلمه ووزن وواسطه، حرفيا بيعمل اللي هو عايزه من غير ما حد يحاسبه. وحابب اقول لك اللي انت لو ما ساعدتش ان انت توصل للبنت دي، في غيرك هيوصل لها وهياخدها. فانت حرفيا في سباق تاني، انت حرفيا في سباق. طيب لو الكلام على كده، طب ما بدل ما بتضيع وقتك في اللف والدوران واللي انت حرفيا بتتسنكح على دي وتتسنكح على دي وتبعت للاذرز في الجيم عشان حد واحده منهم ترد عليك وتوصل تديك احساس زائف اللي انت مع حد وترضى عن نفسك شويه تبطل تحس بالوحده. طب ما بجد تشتغل على نفسك وتعمل حاجه كويسه لنفسك، وبجد انت قيمتك هتعلى قدام نفسك، وبجد مش هترضى باي حد، وحرفيا هتوصل لليفل اعلى بكتير جدا من اي انت ممكن تتخيله بعد ما تكتسب بالحاجات دي. وحرفيا هتقدر تختار اللي انت عايزه واللي يعجبك واللي فعلا هيفيدك. بجد فكر فيها، انت ليه اهل اي واحده في الدنيا ممكن يرفضوك لو انت وصلت للمرحله دي؟ انت ليه ممكن بني ادم يرفض يتعامل معاك يا مدام انت شخص ناجح ومعاك فلوس؟ ده الناس دلوقتي بتعبد الناس اللي معاها فلوس. انت مش عايش معانا على الكوكب ولا ايه؟ انت ليه لما تكونش شخصيتك كويسه انت مفكر الناس هتكون مش حباك او مش عايزه تقعد جنبك؟ انت ليه فاكر لما انت تطالب بحقوقك وتعلي صوتك في وش الظلم ده ضعف او ده حاجه هتكره الناس فيك وحاجه الناس مش نفسها تسمعها؟ ما يولعوا بجاز وسخ. الرجاله اللي بتعرف تسيطر على شهوتها وبتستغلها لصالحها
دي فعلا بتوصل لمناطق عمرك ما تتخيل ان انت ممكن توصل لها. انا لما بكون ظالم نفسي وعملت حاجه زي العاده السريه مثلا، تاني يوم ما بعرفش افكر كويس، دماغي مشوشه، حاجه راحت مني مش فاهم اللي بيحصل، بس انا ما بقاش الشخصيه الطبيعيه اللي انا المفروض اكون عليها. ما بعرفش، يعني مش هقول لك ما بعرفش، انا بقيت عديت النقطه ان انا ما بعرفش ابص في عينين حد دي، بس مش ببقى حاسس انه شايفني عريان، مش مبسوط، مش مرتاح وانا بكلمه، مش حاسس ان انا هقول له حاجه هتفيده، مش حاسس ان انا هكون مهم بالنسبه له وهو بيكلمني، مع انه هو انسان تافه في الغالب. بس بجد انا شخصيتي بتنهار، الدرع اللي انا حاطه قدام نفسي ده بنهار، بيأثر على الشغل والتمرين والمذاكره وكل حاجه في الدنيا. اقول لك على حاجه لسه كاتبها النهارده حصلالي. انا بجد النهارده بعد فتره كبيره ما كنتش بقدر اسمع بودكاست. كان نفسي اسمع بودكاست من فتره ومحمله على الجهاز عندي ونفسي اسمعه، بقالي فتره محمل بتاعه عايز اسمعه، مش قادر، دماغي ممسوحه، الدوبامين بتاعي محروق. بعد فتره من العادات الكويسه، تمرين، اكل، نوم، كل حاجه كويسه، انا نفسي دماغي جايباني ان اعمل كده، مع ان لسه عندي الانستجرام انا بشتغل عليه، بس هو بدل ما كان بيسحلني انا بقيت واعي ان هو موجود وعايز ياخد من وقتي. لا، مش هتاخد من وقتي، مش هتقدر. انا مش جايب دماغي، مش جايباني ان انا اضيع في وقت، وواعي بالكلام ده. ليه؟ عشان طاقتي جوايا، عشان طاقتي انا عارفها رايحه فين وجايه منين. شايف القوه اللي انا فيها، شايف موضع القوه اللي انا فيها. رغبتك الجنسيه دي لازم تكون حاجه انت فخور بيها، ولما حد يقول لك انت عايز تتجوز، قول له عايز اتجوز، انا عايز اعيش في نفسي وعايز افرغ طاقتي في مكان هي المفروض تتفرغ فيه. عايز بجد اكون انسان راضي عن نفسي وراضي عن العيشه اللي انا عايزها. عايز اكون ناجح في اي حاجه، سواء فلوس او جوازه او في اي خرف على دماغ امك اللي بتكلمني. انا حر اعمل اللي انا عايزه، ده ما اخترت طريق انا راضي عنه وحاجه حلوه انا بعملها وشايف حلوه انا راضي عليها. اولع بجاز انت ورايك. اقول لك الف الف مبروك، انت كسبت معانا كاس هام جدا. عارف كاس ايه؟ كاس امك على كاس ام رايك. اقول لك على حاجه بقى اخيره، يعني زي ما تقولي مسك الختام. كل ما يجي لك الرغبه بعد الكلام اللي انا قلته لك ده، اتمنى الاول تخش على الديسكورد عندنا، تلاقي ناس شبهك، تلاقي ناس نفسها توصل للي انت نفسك توصل له، منافسينك وفي نفس الوقت اخواتك، هم هيساعدوك ونفسهم يساعدوك، عشان برضه نفس الكلام عندك، شافوا حد شبههم بيعملوا الحاجه اللي هم نفسهم يعملوها. فهتخش هتلاقي الناس الجميله دي، تتواصل معاها، تتعرف على بعض، هتاخدوا ارقام بعض، هتتكلموا سوا، ممكن تعملوا بزنس سوا، وهيساعدوك ان شاء الله في حاجات كتير من اللي انت نفسك تعملها. واكتر حاجه بتاثر في شخصيه البني ادم البيئه اللي هو قاعد فيها، فحاوط نفسك ببيئه شبهك، بيئه نفسها تعمل اللي انت نفسك تعمله. فانا هقول لكم نصيحه، يعني باعتبار اللي انتوا خلاص دخلتوا في السفر وعملتوا كده، كل ما دماغك تجيبك اللي انت تتفرج على لابور او الحيات، افتكر 1 2 3 انا دلوقتي هقف في الكورنر واتفرج عليهم زي الخول. دي نقطه كمان، ده واخد من وقت وهياخد طاقتي، وبعد ما اخلص الكلام ده انا مش هكون راضي عن نفسي يومين 3 قدام. طاقتي اتشفطت، مش فخور باللي انا عملته، وده مسبب لي احساس بقى ذنب، طاقه اتشفطت، مش فاهم بس مش مهتم. اللي انا اعرفه ان الحوار ده بيجي معايا بالسالب. فكل ما يجيلك الرغبه دي وتلاقي الدنيا قامت مش راضيه تنزل، ما تصدهاش، ما تصدهاش. ربنا خصك اللي انت دلوقتي فايق ونفسك تعمل حاجه، فاهمني؟ نفسك عندك دافع اللي انت تتحرك لقدام وتعمل ريبروديوس، تعيد انتاج ناس تانية من نفسك. فانت لازم تكون فخور بحاجه زي كده. فرق بعد كده انت تحس بيها. انا بقيت لما بتجي لي بقى ببتسم يعني، بتبسط ان انا عندي حاجه زي كده، عندك قوه انت فاهم يا اسطى يعني ايه؟ انت عندك يعني حاجه جزء بره جسمك وتكوينه كامله وجهاز كامل مضاد دقيق جدا في صنعه، حرفيا مخليك عندك قد كده، يلا انت مخليك قد كده، يلا انت مخليك جد، يلا. فربنا اختصك بالميزه دي. احمد واشكر، ولئن شكرتم لازيدنكم. تلاقي نفسك طلعت في حتت بعيده. واشكر بالعمل، الشكر مش بالكلام ولا بالدعاء بس، حاجات تبين اللي انت شكر على دي. فده الهدف اللي انا مثلا اليومين دول بنزل الجيم عشان مبسوط ان ربنا خصني في حاجه زي كده، وان انا اقدر اسعى، وان انا اقدر افيد الناس اللي حواليا. وبجد فدت الناس اللي حواليا في نصايح وفي حاجات. انا ما كنتش حد بيعبرني، كنت نكره زي اغلب الناس. دلوقتي ابويا باخد رايي في حاجات، اخواتي بياخدوا رايي في حاجات، بقى بيكلموني باحترام. مامتي عبد السليم ده على فكره مش كانت بترضى تعمل لي حاجه عشان تبقى عارف يعني، فاهم ازاي؟ انت بتعمل لي اكل بحب، هي فعلا حباني، هي فعلا نفسها تخدمني، فاهم ليه؟ عشان بدي وباخد، مش باخد بس. اللي خلاني اوصل للمرحله دي شكرت بالعمل.
اشتغل شغلانات كتير، بشتغل على اليوتيوب، بحاول اوصل حد اللي انا وصلت له، وان شاء الله نعدي ابقى اعلى منك وانت تبقى اعلى مني، وهكذا. الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده ده نوع من انواع الطاقه، زي الحسد والكراهيه والغيره والحقد، اللي لو كانوا عندك اللي انت مفكرهم خطايا، هم فعلا خطايا، بس زي ما قلت لك حوار عباره عن اعاده توجيه. لو وجهتهم صح هيبقى عندك طاقه نوويه تقدر تعمل بيها اي حاجه حرفيا نفسك تعملها، وده اللي بيفرق الناس عن بعضها. بالمناسبه قبل ما تمشي، ايلون ماسك اللي بيحركوا الخوف، اللي بيحركوا الغضب، اللي بيحركوا الحقد والكراهيه قصاد بني ادم قال له في يوم انت هتبقى فاشل وهتجيلي هتطلب مني فلوس، بابا بالمناسبه، فقال له فاك يو. فعلا عمل حاجات تخيلش ان بني ادم واحد يعملها. للاسف انا بضرب مثال بايلون ماسك عشان ده اللي انت عارفه، ده اللي هيسمع معاك، بس في امثله كتير تشرف اللي انت تعرفها. في اضافات كتيره جدا نفسي اتكلم عليها، بس دي حاجات لا تعنيك دلوقتي او لا تعنيني انا شخصيا، عشان انا مش متجوز ولا خاطب ولا في علاقه محرمه. انا نفسي اعمل كده بالذات عشان اوصل بدري لحاجه زي كده، واوصل لك معلومه انا مريت بيها بجد، وازاي تعمل حاجه تستغلها في الحلال، فانت تكون مبسوط بنفسك اكتر واكتر، وما تتعرضش للمشاكل الكتير اللي وصلت الطلاقات في مصر لاكتر من 60%، وفي العالم العربي بشكل عام، اللي رقم انا مش عارفه بس رقم كبير جدا برضه. عايزك تتخيل ان شاء الله لما المعلومات دي تنتشر، لما اوصل لكده ناس كتير جدا تستفاد من الموضوع ده، واتمنى يا رب ان انا اكون في التبعات. حاجات من اللي هنتكلم فيها زي ان طاقتك الرجوليه غير طاقتها الانثويه، هي بتحب انها تتدلع، بتحب انها تكون معتمده عليك، تحب ان انت تكون شايفاك باباها، تحب ان هي تكون حرفيا تكون تحت رجليك. بس انت كنت تستاهل ده. تستاهل ده ازاي؟ ده ان شاء الله هنتكلم عليه في وقت تاني، ولحد وقتها اشوفك على خير.